ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يتابعني انا داليا، بقدم لكم محتوى طبخ. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. الناس اللي بتتابعني على الفيس يا ريت بقى ما تنسوش ترفعوا لي الفيديو بلايك او كومنت حلو كده. النهارده هنعمل مع بعض بقى كيك حلو قوي، تقدروا تاكلوه جنب الشاي او جنب اي مشروب انتوا حابينه. حاجه كده ممكن تفطروا بيها تتعشوا بيها. حاجه سهله ولذيذه كده. مش هتحتاج وقت طويل، هتعملوها في 5 دقايق. يلا مع بعض هنشوف المكونات بتاعتها. عندي المكونات كلها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. معايا 2.5 كوب دقيق، معلقة نشا، كيس بيكنج باودر، رشة فانيليا، معايا 3 بيضات، معايا هنا كوباية لبن او رايب او زبادي. انا اللبن بتاعي راب فهستخدم رايب عادي. معايا كوباية زيت وكوباية سكر. هحط كل المكونات بتاعتي السايلة في الخلاط، عليهم رشة فانيليا، وهضربهم في الخلاط زي ما انتوا شايفين معايا كده. كل المكونات السايلة كلها يعني ايه مع بعض. مفيش اسهل من كده. مش هتحتاجوا اكتر من 5 دقايق تعملوها وانتوا واقفين. طبعا ما تنسوش تولعوا الفرن اول ما تبدأوا تشتغلوا فيها، لانها ايه مش هتاخد معانا اي وقت. هضرب في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الخلاط بتاعي باظ ولع وانا بضرب، فهنقلهم في الكبة. عادي على فكرة ممكن تعملوها على ايديكم، مش محتاجة خلاط ولا كبة ولا اي حاجة. هي ممكن تتعمل على الايد بمضرب يدوي عادي. ممكن تعملوها بمضرب كهرباء زي ما تحبوا، المتاح عندكم اعملوها بيه. هي سهلة جدا مش محتاجة اي حاجة. هبدأ احط بقى المكونات الجافة بتاعتي، الدقيق والنشا والبيكنج باودر. بس هحطهم على مرتين زي ما انتوا شايفين. اول مرة وبعد كده هحطهم مرة تانية عشان القوام بتاعهم يبقى حلو كده وما يكلكعوش مني. بس انا الكبة بتاعتي حجمها كبير فهتضربهم حلو جدا. هوصل للقوام اللي انا عايزاه منها يعني. طبعا الناس اللي هتخاف تضربها في الخلاط هتنزل الخليط في طبق وهتبدأ تضيف عليه المكونات الجافة وتقلب بمضرب يدوي او مضرب كهرباء زي ما تحبوا. هي مش هتاخد اي حاجة، بس اهم حاجة تتأكدوا ان كل العجينة بتاعتكم بقت حلوة كده وما فيهاش اي تكتلات، عشان بس ايه تطلع معاكم حلوة. انا هنزل الجوانب كده واديها ضربة كمان وبس كده، وده القوام اللي انا ايه محتاجاه. زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاع كيكة. الصينية بتاعتي بقى هي صينية متوسطة الحجم كده تقريبا 28. هدهنها زبدة. هنا انا عملتها في الصينية دي عشان انا عايزاها عالية شوية. ممكن تستخدموا صينية اكبر هتطلع معاكم حجمها وسط، ولا عالية ولا رفيعة قوي. بدرت الصينية بتاعتي بمعلقة دقيق عشان القعر معايا ياخد لون حلو ذهبي وما تلزقش في الصينية. هتشوفوا في اخر الفيديو اخدت لون حلو جدا. هنزل بقى بالخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، ده القوام بتاعه المظبوط. هدخلها بقى فرن على رف اوسط، درجة حرارة 180، وهسيبها بقى مفتحش عليها الفرن قبل تلت ساعة، 20 دقيقة. تبدأوا تفتحوا لو شفتوها ان هي بدأت خلاص معاكم حسب كل فرن. تسيبوها هي بتاخد معاكم في الفرن من 30 ل35 دقيقة. زي ما انتم شايفين كده اللون من تحت تحفة واستوت حلو جدا. انا اختبرتها بخلة من النص وكانت مستوية حلوة قوي. هقطعها معاكم كده. هي كانت لونها فاتح شوية عن التصوير، بس الإضاءة بس مخليها غامقة شوية. طعمها كان خطير. انا من الناس اللي بحب الكيكه تبات لي تاني يوم وبعد كده اكلها. ما بحبش اكلها دافيه ولا اول ما تطلع. بحب اسيبها تسقع كده وتبقى حلوه بايته وبيبقى طعمها احلى صراحه. يا ريت بقى اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يسيب لي كومنت حلو ويدي ويحط لايك يرفع لي الفيديو. والناس اللي هتعملها تقولي رأيها فيها. زي ما انتم شايفين كانت طالعه حلوه قوي والمسام بتاعتها حلوه. يلا باي.